فزيت عليهم نزلوا فيي بكعب البارودة على راسي، عدموا بصدناي على المكبس. والله 40 مليون دفعت مشان ما تفوت الفرع. تعرفنا باسم حضرتك؟ عمر عارف، من الشام، من الميدان، من حي القاعة. على راسي تشرفنا. تحكي لنا قصة أو موقف صار معك أنت انظلمت فيه أو تضايقت منه أو حدا أذاك فيه. هلا أنا انظلمت كتير، وقصة ما بتنتسى. أنا ابني بال 2011 طلع مظاهرات وتنسيقيات بحي الميدان، بعدين التحق بالجيش الحر مع الثوار مثله مثل هالشباب اللي ما بيحبوا الظلم. صارت الناس تشتغل فيه وترفع فيه تقارير من هون من الشعلان ومن الميدان. أخذني قسم 40 بده يعرف ابني وين، قلت له بالغوطة. قال ابنك من الثوار من جيش الحر. قلت له اللي كتب هيك بيكون هو بيعرف، انا ما بعرف. انا اضطريت اني اكذب عليه، قلت له ابني انا مقلعه وغضبان عليه، اضطريت. يعني أنت كذبت عليه قلت له إنه أنا متبري منه؟ لانه متبري منه. ليش؟ لانه مشكله. فمن قسم ال40 حولوني على الخطيب. من الخطيب ضليت 10 ايام وطلعت، او 12 يوم، وطلعت على المحكمه. بالمحكمه طالعوني تاني مره ب5/6/2014، كان يوم خميس. أول ما فتت على البيت بعد أقل من 10 دقايق كانت محاوطة البناية وجايين بدوشكا ويا لطيف، خلعوا الباب وفاتوا علي. ليش؟ شو التهمة يعني اللي جاي فيها؟ التهمة إنه ابني من الثوار من جيش الحر، إنه أنا مخبي سلاح. هيك اللي كاتب فيه تقرير إنه في عندي سلاح لابني مخبيه بالبيت. فهن لقوا سلاح، لقوا مسدس تبعي مرخص رسمي، بدك فرجيك رخصته. وكان معي 70,000 دولار، كان معي 20,000 جنيه مصري لأنه كنت بمصر اجيت من مصر، وكان معي 5,000 يورو. توقفت 4 أشهر و20 يوم. اضطريت اني اكذب عليهم وشفت الويل بالظلم. بعد 4 أشهر و20 يوم تقدمت لقاضي الإرهاب. لما تقدمت لمحكمة الإرهاب طالعني القاضي، قال لي ما دخلك بابنك والمسدس؟ قلت له مسدس مرخص ورسمي. بنتي محامية، راحت جابت له، أعطاها كتاب، راحت على باب مصلى جابت إنه مسدس مرخص رسمي. قال لي على بيتك. طلعت بس شفت الويل، سرقوا لي كل المصاري وانظلمت. والاشخاص بعرفها اللي كتبت فيه، بعرفها تماما يعني. طلعت ما ضليت 10 15 يوم. رحت على المفرزه لهنيك، قلت له طيب البنايه والمصاري والرخصه ليشو ظلمتوني؟ عفش طابقين انتم سرقتوا. أخذوا البيت ولا بس العفش؟ اخذوا العفش كلياته. وقت طلعت رجعوا لي البيت انه ما معي بيان دعوى انه انا بريء. قال مو نحن. فلحت ورحت اشتكيت عليهم، قاموا اجوا اخذوني مره ثانيه كمان، بيخلوا واحد يكتب في تقرير. وكل تقرير نفس الفكرة إنه ابنك مع الثوار. قلت له شو كم مره انا بدكم تحاكوني؟ حولوني من فرع المنطقه على فرع ثاني اسمه شؤون العسكريين بنفس المربع الامني. ضليت هنيك 10 ايام وطلعوني من الفرع. وتعهدت له بال 27 قبل ما يحولوني انه ما عاد يشتكي. قلت له انا لي مصاري، انظلمت انا. صار يقول لي ابنك مسلح، ابنك بجيش الحر، ابنك سورجي من الثوار. تركت الموضوع بعد شي شهرين. رحت على الفرع المنطقة، قلت لهم بدي المسدس، واخذت لهم فك احتباس من قاضي الارهاب انه انا مسدسي نظامي. فهن مخبين الرخصة. انا ساويت بدل على الضايع ورحت، طبعا كلياته دفعت عليه مصاري. ورحت لهنيك قدمت الطلب، كان اجى رئيس فرع جديد غير اللي كان عم يظلمني. وقت اجى رئيس الفرع الجديد
في ناس بتعرفوا حكوا معه انه هذا الزلمه انظلم، اعطوه المسدس واعطوه المصاري في 18 ليره ذهب. ضلوا يحققوا بالموضوع. بعدين قام قال لي المحقق بالاخير انه انسى الموضوع ما حيجي شيء، ولا عاد تقدم، وتركت الموضوع. بعد فتره ردوا يجوا دقوا فيه مرة الثالثة على فرع المنطقة تعذيب، بعدين على الشؤون العسكرية. نمت هنيك كمان فترة وطلعت من هنيك. طيب هن كانوا عم يضايقوك بس إلك ولا عم يضايقوا حدا من عيلتك؟ لا بدايق طبعا. بنتي طلبت على فرع المنطقة مشان أخوها، أخوك بالجيش الحر، أخوك وبدنا نعرف عنه معلومات. واجا لهون ابني صاوب بايده. ايه جبناه لهون، نحن فوتناه بهويه مزوره، فوتناه لهون وخبيناه عند ناس وعالجنا له ايده وردينا سفرناه لهنيك على الغوطه. ردينا فوتناه عالجنا له ايده لانه ايده صارت هيك ما بيحسن يمسك الباروده مليح. عالجنا له اياها تماما. ابني تولد 92 من اول الثوره بالميدان وبالغوطه. سالوها قالت لهم انا ابي مقلعه وما بنعرف شيء عن اخي. نفس الحديث. كنتوا عم تتواصلوا معه بس؟ ايه طبعا. انا امه عم تتواصل معه بشكل مباشر كل يوم على الواتس فقط. رد انكتب فينا تقارير، ردوا اجوا اخذوني. لما اجوا اخذوني انا نايم بالبيت الساعه 2 الا ثلث. طاوقوا البيت، خلعوا الباب وفاتوا. فعمل لهم مينو انتو؟ شلون فايتين يعني هيك؟ انا عندي بنات صبايا، عندي 5 بنات صبايا. خلي لك اياهم يا رب. يخلي عمرها. فزيت عليهم نزلوا فيي بكعب الباروده على راسي وقتل. فزت بنتي المحاميه قالت لهم بس قولوا لنا مينو انتو؟ قام رفسها برجله من اول الصالون لاخر الصالون لبنتي. كانوا باطحيني ومكلبشيني وزاتيني بالسياره على فرع المنطقه. هن كانوا عم يضغطوا على ابنك عشان يسلم حاله ولا كيف؟ كان عم يضغطوا بدهم اياه يسلم حاله، او بدهم انه وين بالضبط. نحن عندنا مزرعه بزبينه، المزرعه هي لاخي مو الي، لاخي. كان ابني ينام فيها، قال لي هي المزرعه تبعكم فيها مشفى ميداني وفيها مستودع اسلحه. قلت له اللي خبرك؟ نحن ما بنحسن نفوت على اللي خبرك. شوفوا هو، نحن ما بنعرف شيء، نحن ما بنفوت على الغوطه، إننا مزرعه بس ما بنروح لها وقت ما سكرتوا الطريق. اول ما صارت الاحداث. عمو مين منين كانوا يجيبوا هاي الاخبار هن؟ هي الاخبار من اقرب الناس إنها يعني من هون من الشعلان ارتفع فيي اكثر من 50 تقرير. توقفت فيها هون بالشعلان 4 مرات بال40 وللخطيب. هي 4 مرات توقفت فيها. بالميدان 3 مرات توقفت في فرع المنطقة. طيب وشغلك عمو ما كان يأثروا على شغلك يضغطوا عليك؟ يأثروا هون، قلعوني من المنطقة. انه ابني من الثوار، انا هون ما لازم اقعد. رحنا ضليت شهر ما اشتغل، رحنا دفعنا مصاري وحطينا واسطات بدنا ناكل نشرب. انا قبل 14 ولد. فقدت عندك 14 ولد؟ انا عندي 14 ولد. فقدت اول هذا ابني الله يرحمه استشهد وبتشرف فيه. طلعت من السجن بعد ما فرع المنطقة. عندي 4 طلعوا على تركيا. وين طلعوا فقدتهم، ما بعرف عنهم شيء. في عندك 4 اولاد ما بتعرف عنهم شيء؟ ما بعرف عنهم شيء. بالسنة 2014 لحد الآن ما بعرف عنهم شيء. وين آخر تواصل كان بيناتكم؟ ما في تواصل. قالوا طالعين على تركيا وما عد. بس هن يعني كانوا بالأراضي السورية؟ ايه طبعا بالاراضي السوريه. يعني فاتوا على تركيا، طلعوا من تركيا، ما بعرف شيء. الله يردهم سالمين يا رب. الله يسلمك. يرحم ابنك الشهيد يا رب. بنتي المحاميه مشان ما يردوا يطلبوها وخاف يوقفوها بنت ويضغطوا عليها اكثر من هيك، تخاف عليها البنت. فدغري مباشره هربت على تركيا. هي مخطوبة بنتي لواحد من حماه. دغري مباشرة حكيت مع خطيبها
انه حابعتها، كاتب لهم كتاب انا هون، بعتها لهنيك وتجوزت هنيك. عندي بنتي الثانيه كمان حيطلبوها، كمان بعتها على تركيا. بدي اخلص، بتخاف على عرضك وشرفك. صفيت مرتي امه للشهيد، مطلوبه على فرع فلسطين، والله 40 مليون دفعت مشان ما تفوت الفرع، وبعدين فاتت على الفرع من الصبح للمساء، اخذوا 40 مليون. هي بعد ما يستشهد ابنك الله يرحمه لما قبل؟ بعد ما استشهد، هي مطلوبه من زمان، كنت مخبيها لمرتي لبعد ما قالوا طالعوا عفو وكذا وكذا، وشفنا ناس وما بعرف شو، قاموا طلبوا مني يا 35 مليون يا 40 مليون، المهم كلفت 40 مليون القصه. فوتها على الفرع من الساعه 9 الصبح لقبل المغرب لطلعت. ولا نفس الموضوع انه ابنها شهيد وكان مسلح؟ ابنها مشان ابني يعني. ايه هلا في ناس كثير عنا بالحاره مشان اولادها اخذوها وقفوها بفرع فلسطين وبالمنطقه. هلا انا كنت بالفرع المنطقه، فلسطين ما توقفت فلسطين انا يوم بدهم ابني وهرب منهم. المفرزه عنا بالحاره توقفت فيها شي من ساعات، صاروا يضغطوا علي. قلت له شو بيعرفني وين ابني؟ انا مانع ابني يفوت على البيت. هيك قلت له مانعه يفوت على البيت. توقفت شي 8 ساعات وبعدين طالعوني. مفرزة فلسطين عنا بالقاعة، ضليت شي 8 ساعات هنيك واقف ورافع ايدي على الحيط. ولا كانوا يحترموا انك انت رجال كبير ولا شيء؟ ولا احترموا شيء، بالعكس الشتايم والمسبات. قل له امرك جيبه لابني واعدمه، انا شو دخلني؟ راحت مرتي لعنده المفرزه لهذا المساعد، قال له هون والله لاوصلك يا لابنك هونك، جوزك ما بيطلع ليجي ابنك. اي قامت قالت لهم ما دخلنا نحن بابننا نحن مقلعينه من عنا، بيجي غصبا عنا. طبعا هذا نضطر نكذب قدامهم تكذبوا. ايه، بس هون بالشعلان وبالميدان بيعرفوا انه هذا الولد عندي 14، هذا اللي مدلل علي، هذا طابش عن كل اولادي. الله يرحمه يا رب ويصبر قلبه. وقبضاي ورجال. بس شو دخت له؟ في ناس هون بالشعلان اقرب الناس إلنا من دون ذكر الناس، وابنكم من الثوره، ابنكم مسلح بالغوطه، ابنكم بجيش الحر، صار يعطي معلومات للامن. صرنا نضطر ندفع مصاري من شي شهرين او اكثر. اجى تقرير علي وعلى اخي انه نحن بالاساس محرضين اولادنا على جيش الحر وبعتناهم على الغوطه. كمان ابن اخي التقط، عدموه بصدنايا على المكبس. اللي اخ كان بالمخيم من البويضه، نزل من البويضه على المخيم ما حسن يطلع، ضل فتره. لما فتحوا من جهه يلدا اول ما طلع نزلوا فيه قتل لمات وحرقوه. مو بس هو، كذا واحد بنته معه، بنته اللي حكت لنا، وبنته اجت منهارة عصبيا تماما، ومن خوفها دغري طلعت على لبنان. يعني ما كان في رحمه لا من الناس اللي حواليك ولا منهم؟ حتى الناس اللي حوالي. هلا في ناس هون تحترمه لابني وبتعرفه، بس ما تسترجي تحكي. في ناس واقفه يعني لما يسالوه انا بقول ما بنعرف شيء. في ناس ايه ابنه بجيش الحر، ابنه اللي ساوى، ابنه اللي عمل. انا ابني من الفصائل اللي نزلت على العباسيين محطوط. في واحد قال لي لك ابنك اول واحد كان ولما وصلوا عند الكراجات بعد منا ابني طلوا الدوله هيك لرصدوه بالاب ونعجبها، قدحوه صاروخ هو وكذا حدا من رفقاته واصدقائه. في بقيه رفقاته وقت صارت المصالحه بالغوطه طلعوا على ادلب، حكوا معنا وقالوا هن بيعرفوا وين دافنينه لابني لينزلوا. اجوا هلا من رفقاته، في اللي دفنه لسه ما اجى، لساته بيدلب ليجي بيقلنا وين القبر. بركي بننقل قبره من الغوطه بجيبه على الميدان، على بوابه الميدان. الله يرحمه يا رب ويصبر قلبك. انا توقفت 7 مرات، انظلمت من هالنظام
فوز اقرا. هي مذكرة إرهاب. ايوه دعوتي ولا رحت لعند قاضي الارهاب، قاضي الارهاب ما بيطالعك ببلاش، ما بيطالعك ببلاش، بده بال 2014 شلون ما كان بده 4 5 ملايين ليطالعك وبيعرفك هو بريء. الحمد لله الله زاح الظلم عننا، وهيك الله يصبرك يا رب. بدي اختم معك بسؤال. بعد ما هيك شفت هالعالم فرحانه برجعت اولادها ورجعت هذا، شو كان شعورك انك انت هلا عم تعتز بابنك قبل كنت هلا انا لو قدام العالم؟ هلا انا بفتخر بابني وبفتخر على كل واحد من الثوره رفع السلاح بوش هالطاغيه، بفتخر فيهم وبلوم كل واحد اشتغل فيي انه ابني بجيش الحر وظلمني ونمت 7 مرات، 7 مرات خرب بيتي. انا على فكره بطل بوكس ورياضي تشوفه. انا تشرفت فيك كثير. هذا هو ابني، كان نفسه يجي يرفع علم الثورة بساحة الأمويين، رفعوا له صورته شحة رفقاته. ها هذا نصر كبير لإلي وبقبر. نصر كبير لكل الدول العربية مو بس لسوريا. كان خطر هالنظام على الدول العربية، مو بس خطر علينا، بس أكثر شيء نحن اللي انظلمنا. وكل واحد له ولد شهيد، وكل شهيد بهالثورة هي ربي يسكنه بالفردوس الأعلى. كل شهيد من ابن وجر الله يرحمهم يا رب. يعطيهم العافية. وكلهم هالثوار هي إن كان صغير أو كبير، بنباس مو إيده بالنسبة لي، بوس رجله اللي حرر هالبلد. الحمد لله خلصنا، والله يحمي هالابطال اللي حررونا. احنا بالحارة بالقاعة كتير شهداء وكتير طلعوا، ما بدي احكي، بس الله يرحم كل امواتنا. امين يا رب. انا عمو كثير. شهدائنا، ولازم كل واحد كان من الثورة وحمل هالسلاح هذا حتى لو بكلمة تنباس ايده ورجله. احنا كنا هون، انا محبوس وبعرف الاهانة والقتل والعذاب، ما نسترجي نساوي شيء. بعدين عمرنا كبير، يا ريت قادر احمل بارودة ضد الطاغيين. انت ما قصرت، انت قدمت ولد من اولادك شهيد وبطل. انا كثير تشرفت بمعرفتك عمو، وقصتك كثير بتشرف. لك بنتشرف. هي سوريا حرب بكل الطوائف، نحن بنحترم كل الطوائف، مسيحي علوي درزي مرشدي، بنحترم كل الطوائف، كلنا اهل. هاي كلياتنا اخوه، ايد بايد لنرجع نعمر ان شاء الله ان شاء الله. ايد بايد لنرجع نعمر. شعب بنحب بعض، وشعب بنحب بعضنا بكل الطوائف وبكل الاديان، والدين لله والوطن للجميع.